طيب بص يا باشا، تفاصيل عقد حسين الشحات مع الاتحاد الليبي اللي كل الناس طبعا كل اخبار المواقع طالعه بتتكلم عن الجزئيه دي. مشكله عند حسين ان هو شايف لا انا اقدر اكمل اساسي مع الاهلي مع انه خارج من القائمه الاساسيه، ولكن هو عايز يقول لا انا مكمل الاهلي بطولاته لسه ما حققتش وعايز احقق حاجات كده ليها علاقه بان هو استمراره مع الاهلي مفيد نفسيا ليه. بس الاتحاد الليبي عرض على حسين $1,000,000. انت متخيل $1,000,000؟ شرط حسين ان كل العيلة بتاعته تكون معاه، بالاخص اخوه يعني، ولكن متوقفين عند حتة لا مش هو ده في الوقت الحالي يعني. الاتحاد الليبي موافق عليه. تعالى يا باشا بشيلتك لوحدك واحنا هنقدر ان احنا دي بتاعتنا يعني، انما اكتر من كده هيبقى لود وهكذا يعني. طيب ده بالنسبه لحسين الشحات وعرض الاتحاد الليبي ليه. اما بقى عن يانيك فيريرا ومشكله سيف الدين الجزيري معاه، يا عم الحاج انا عايز ابقى بلعب عشان خاطر اشارك بشكل اساسي مع المنتخب بتاعي. فيانيك فيريرا بيتكلم مع سيف الدين الجزيري في جلسه رسميه ان هو لا يا باشا، ما انا خليتك تشارك اصلا في اول ماتش في الدوري، ما فيش مشكله معاك في حاجة. انت العب، شارك، اتدرب بجد، موجود. غير كده ما عنديش. احتمالية مشاركة سيف الدين الجزيري مع يانيك فيريرا انا شايف من وجهة نظري ان هي بقت صعبة شوية. انت بقى شايف ايه؟ هل شايف ان سيف فعلا مشاركته ممكن تبقى صعبة ومن الاحسن ان هو يشوف عروضه ويتحرك؟ وهل شايف ان حسين يكمل مع الاهلي؟ احنا شفناه مع المنتخب مثلا حاجة محترمة جدا، انما مع الاهلي لا مش هو ده حسين الشحات. فشايف هل حسين يمشي وهل سيفي يمشي ولا يكمل؟ عايز اسمع كومنتك.